ازيكم يا بروز، عاملين ايه؟ معاكم ايمن ومعاكم يوسف اللي صورنا معاه الفيديو اللي هو اصغر لاعب في مصر في الحقيقه، او اصغر لاعب في مصر، بس نسينا نقول هو عنده كام سنه. انت عندك كام سنه يا يوسف؟ عنده 12 سنه. ايه عطا طبيعي. بص يا جماعه فرق الكواليتي من كاميرا الموبايل وكاميرتي. خلاص يا ابني هنزل لك يا المهم يا جماعه، النهارده هنعلم يوسف ازاي يعمل حركه الفيبل جرايند باستخدام البيجز الجميله دي. شوت اوت اللي ورا الكاميرا مستر هندسه، انا اللي بعمل ثامب نيلز. يا جدعان دلوقتي انا هوريكم حركه الفيبلز، يعني انا هعمل لكم الحركه دلوقتي وبعد كده هقول ليوسف يعمل ايه بالظبط، بس هوريكم الحركه بتتعمل ازاي. اولا ده اسمه ريدج، انت اكيد عارف اسمه ريدج. في كذا نوع من الجرايند، في ديب جرايند، في دبل بيج، في سميث. دي ان احنا البيج اللي ورا يكون على الليدج، فاهم حاجه؟ الدبل بيج يكون الاثنين ظابط، سميث بيج اللي قدام كده. فانا هعلمك النهارده ازاي تعمل فيه البيج اللي ورا على الليدج والكوتش قدام على الليدج ماشي كده بالظبط. دي اسمها فيبل جرايند يا جماعه. انا هعلمك ازاي يعمل فيبل جرايند. حاول ما تكونش لازق جنب الليدج، لو لزقت جنبه قوي كده يعني وانت بتخش ممكن انت تقلب، فاهم؟ هتتقلب. خش بزاويه مايله شويه، بص كده كده بالظبط. واهم حاجه، تعالى بقى اعرف الكاميرا، اهم حاجه وانت بتعمل الجرايند دي حاجه مهمه جدا، ما تخليش العجله تبقى عامله كده، ما تخش قوي كده، لان انت لما بتخش مايل كده العجله بتتزحلق فبتقع، فاهم حاجه؟ فيكون داخل على الحرف، الاثنين على الحرف داخل كده بالظبط اهوت نط كل الاثنين سوا بعض على الحرف بره. العجله ما تكونش عامله كده، لا تكون عامله كده، تمشي بعد كده تعمل هوب، يعني زي جامب كده مش هوب وجاي طالع لبره، فاهم؟ جرب بقى كده تعملها صح وكل حاجه، بس عايزك تتعلم تخرج من ان انت العجله بتنزل لك ما بتشوفش منها كويس، فعايزك تتمرن على الحته دي ازاي. تيجي جنب الليدج وتعمل ستول الاول، بص على سرعه بطيئه تعمل ستول سايد. خلاص عشان يوسف مش عارف يعملها ستول يجرب يعملها على سرعه. هو بيعرف يعملها على سرعه بس الحركه بتاعت الحركه مش قوي، فخلاص يا يوسف فيها ستول يجرب يعملها على سرعه، بس حاول تخرج وانت بتخرج زي جامب لبره كده وخد هوب لبره. يلا ها يا يوسف يا ابني نط ارفع اللي ورا. معانا مودي المتهور. تاني اقوى اعلى، اسحب على طول، لا اسحب على طول من قدام. ايوه يا يوسف انا استسلمت يا جماعه. خلاص يا يوسف عطا كمل الفيديو عشان عطا مسافر يوم 13. قول له هاف ا سيف فلايت، هاف ا سيف فلايت بيبي، هاف ا سيف فلايت يا بيبي. عطا يا جماعه هيقف معانا في الفيديو عشان هو مسافر يوم 13 هيروح بلجيكا. بجد حاجه فشخ يا جماعه، والله بجد فعلا مش بهزر، يعني الحوار بيبقى رخم ان صاحبنا يسافر وهينزل لنا تاني السنه الجايه، فودعوا عطا عشان مش هينزل معانا غير كمان سنه، هنعمل ايه؟ المهم يوسف الحركه كويسه، بس هو محتاج يشتغل على انه يطلع من الحركه، بس هو لسه البانيو عنده ضعيفه شويه، فلسه مش عارف قوي مع الوقت. لكن لو انت ماسك البانيو بتاعتك كويس سنه فانت هتعرف تعملها عادي. فيوسف هيشتغل على الحركه دي الايام الجايه وهنوريكم التطور بتاع يوسف. ولو اي حد عايز يتعلم حركه جديده يكتب في الكومنتات تحت، واحنا ان شاء الله هنعمل فيديو في اسرع وقت نعلم يوسف او انا اعلمها لكم على الصفحه. سلام يا بروز، واعملوا لي فولو. ده بيقول كلام زي الفل. اعملوا لي فولو واعملوا لي فولو وانا عاملين سبسكرايب، واعملوا لي حتى سبسكرايب على الشانل بتاعه في الديسكربشن.